تعال احكي لكم قصة سريعة. انا رباب، عندي 31 سنة. بابايا ومامتي متوفيين من وانا عندي 6 سنين، وانا مفيش في حياتي غير اخويا مجدي. انا وهو طلعنا لقينا بعض. مجدي اكبر مني بسنتين، وعلى الرغم ان انا بابايا ومامتي متوفيين الا وان مجدي عمره ما حسسني في يوم ان انا يتيم. مجدي وصل 25 سنة وقرر زيه زي اي راجل ان هو يتجوز، وطبعا دي كانت حاجة صعبة قوي عليا. بس طبعا صحابي كانوا طول الوقت يقولوا لي ان دي انانية مني، وان هو حقه يعيش حياته وانتي كمان هيجيلك حد وهتعيشي حياتك ودي سنة الحياة. لحد ما جه يوم مجدي لقى فتاة العمر، وطبعا بعدين هقول لكم ليه فتاة العمر. وفعلا مجدي خطب وقعد في الخطوبة بتاعته 3 سنين، لان الظروف المادية ما كانتش تسمح ان هو يصرف عليا ويجهز في نفس الوقت. وانا ساعتها كنت في الجامعة، وكان رافض رفض تام ان انا اشتغل وقت الدراسة، مع العلم ان انا كنت من متفوقين الجامعة. وبصراحة عمره ما اثر معايا في يوم، لا في جامعة ولا في حياة ولا في طلبات ولا في اي حاجة خالص. حتى لو انا رفضت بيرفض رفضي. المهم ان اهل صاحبتنا كانوا طول الوقت بيستغلوا مجدي، وطول الوقت اخته كان عندها مشكلة كبيرة جدا معايا، خصوصا ان هي كانت اصغر مني في السن، وكانت شايفة ان انا متدلعة دلع مرق، واللي انت بتعمله معاها ده مفروض تعمله معايا انا، وحاجات كتيرة بقى ايه ما اقولكوش. بعد 3 سنين خطوبة اتجوزوا، وكانت الدنيا ماشية كويس جدا. طبعا في الاول مجدي كان بيطلب مني ان انا اروح اقعد معاهم في البيت بعد فترة الجواز الاولانية، اقيم معاهم في البيت، وده موضوع اتفتح كتير جدا، وانا كنت رافضة لكذا سبب. اول سبب ان انا ما كانش عندي اي استعداد ان انا اقتحم خصوصية 2 متجوزين. تاني سبب ان انا كنت شايفة طول الوقت طريقتها من ناحيتي ونفسيتها من ناحيتي، فكنت عارفة ان هي عمرها ما هترحب بيا في بيتها. تالت سبب، وده كان اهم سبب بالنسبة لي نفسي، ان انا مش قادرة اسيب بيت بابا وماما، وكمان البيت اللي انا ومجدي عملنا فيه ذكريات كتيرة جدا. طبعا مجدي فضل ما بين نارين، نار ان اخته البنت الوحيدة عايشة بعيد عنه بس مراضي مراته، ونار النكد